عاصر على نفسي ليمونة بستحمل وبقول مجنونة وانا عاصر على نفسي ليمونة بستحمل وبقول مجنونة وانا عاصر على نفسي ليمونة. زغراتي يا بنت زغراتي وانا عاصر على نفسي ليمونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده عندنا حلقة عن الأهلي وسيراميكا. رجعنا تاني للدوري بعدين توقف الدوري، وهنتكلم النهارده عن تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة واللعيبة وغيابات نادي سيراميكا اللي هي ممكن هل هتبقى مؤثرة ولا لأ. النهارده معايا دلائل، معايا حاجات هكلمكم فيها ان هل الغيابات دي بجد هتبقى مؤثرة عليهم ولا لأ، والنادي الأهلي ايه الخطة اللي المفروض يلعب بيها وايه التكتيك اللي المفروض يلعب بيه. عندنا حلقة النهاردة دسمة جدا جدا جدا. شايك قهوتك اكلتك، يلا يا باشا عندنا حلقة النهاردة لوز اللوز اللوز. نبدأ دلوقتي. هنبدأ أول حاجة بغيابات نادي سيراميكا. غيابات نادي سيراميكا وعمرو كلالاوة وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد وفريد الكوبلان ومين تاني وكريم نيدفيد وابراهيم محمد وعبد الله مجدي ومحمد رضا بوبو ومحمد عبد الله وسيمو كواندا واسلام عيسى. تمام. هل الاصابات ديت بجد هتأثر زي ما الناس بتقول والهوجة ديت هل هتأثر مع نادي سيراميكا وبتاع مش عارفة ايه؟ عنصرين 3 بالكتير اوي اللي هيأثروا، الباقي ده كله اصلا لما اوريك ارقام واوريك احصائيات. انا جايب لك كل حاجه النهارده، تمام؟ يعني الحلقه دسمه، تمام؟ هوريك كل حاجه. انت تتفاجئ اصلا ان الناس دي مش بتلعب، وهم بتلعب مش بتأثر. تمام. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا باشا ازاي. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نبدأ. تمام. هنخش يا باشا. تمام. دي الخطه. تمام. دي الخطه بتاعتهم لما لعبوا معانا الماتش في الدوري. تمام. احنا كسبنا 1-0. تمام. هتبص على التشكيله، انا هجيبها لك هنا اهو. تمام. بص على التشكيله هتلاقي ان اللعيبه اللي مصابه، تمام، محدش فيهم تمام بيلعب اصلا. تمام. الا بس زي ما بقول لك عنصرين 3. تمام. والباقي لما بيلعب مش بيأثر. خليك معايا، كمل معايا. تمام. ده الماتش اللي هو الاخير بتاع طلائع الجيش اللي هم لعبوه. تمام. اللي هو خلص ضربات جزاء 6-5 لطلائع الجيش. تمام. هتبص في التشكيله برضه هم عنصرين 3 بس اللي بيلعبوا. حاول يا باشا. اسمه ده لعبوا ماتش قدام البنك الاهلي خلص 2-2 في الدوري، عنصرين 3 برضه. تمام. هتقول لي برضه ابو ماهر. بص انا مش مصدقك، تمام، وحاسس برضه ان انت ايه مال تهتش. خلاص يا عم، تعالى يا عم اقول لك على حاجه تاني. بص لقائمه الهدافين الفريق عندهم. مين هداف الفريق عندهم؟ صديق اوجولا ب6 اهداف. تمام. فخر اللقاي ب5 اهداف. عمرو السولية ب3 اهداف. صديق اوجولا وفخر اللقاي ما فيهمش حاجه وهيلعبوا الماتش. تمام. صناع الالعاب مين اللي هو اكتر حد صانع عندهم في الفريق؟ فخر اللقاي ب4 اهداف. اسلام عيسى ب3 اهداف. صديق اوجولا ب3 اهداف. تمام. فانت صديق اوجولا زي اسلام عيسى. تمام. واسلام عيسى الصاب يعني ربنا يشفيه يا رب. والله الواحد زعلان عليه زعل. اللعيب ده يعني الحظ السيء ده بيبقى يعني، بس ان شاء الله يعني يقوم منها بالسلامه وبتلاقيها من ربنا. تمام. فان شاء الله يعني تقوم بالسلامه. فدي الناس اللي هي بتصنع. تمام. في النادي. تمام. برضو الناس اللي غايبين مفيش حد فيهم. طب خش ليه يا باشا على مين؟ هتقولي برضو بص انا مش مصدقك. تمام. وانت بص عمال تهتش. خلاص تعالى بقى، انا هفلل لك كل لاعب من المصابين دول. تمام. عملوا ايه معاهم طول الموسم. نبدا باول واحد. خش لي يا باشا على اللي بعده. كريم نيدفيد لعب معاهم 17 ماتش، منهم 5 اساسي. تمام. بص يا باشا 5 تسديدات مفيش ولا هدف، والاكس جي بتاعه مصيبه. خش يا باشا على اللي بعده. عمر كمال عبد الواحد. تمام. جه من الاهلي ليهم، لعب 10 مباريات. تمام. شارك في 2 بس اساسي. تمام. التسديدات 3 مفيش اهداف خالص، الاكس جي نسيبه. خش يا باشا على اللي بعده. كوبلان. تمام. لعب 3 مباريات، شارك في 2 اساسي. تمام. 4 تسديدات منهم هدف واحد، برضه الاكس جي بتاعه نسيبه. خش اللي هو اصلا ده كده كده اصلا. تمام. فخر الرقاي بيلعب عليه. خش يا باشا على اللي بعده. محمد عبد الله. تمام. محمد عبد الله لعب 5 مباريات، ما شاركش في ولا واحد فيهم اساسي. تمام. 8 تسديدات هدف واحد بس، الاكس جي بتاعه برضه نصيبه. خش يا باشا على اللي بعده. سمو كواندا ما لعبش معاهم ولا ماتش، اديك شايف ما لعبش ولا ماتش. خش يا باشا على اللي بعده. ابراهيم محمد 12 ماتش، شارك في 2 بس اساسي، تسديده واحده بلا هدف. الاكس جي بتاعه بص راح في داهيه. خش لي يا باشا على اللي بعده. وخلي عينك برضه على التقييمات. يعني انت بص التقييمات كمجمل الناس فاهم يعني معلش لما بينزلوا مش بيفرقوا. خش يا باشا على اللي بعده. عبد الله مجدي ده
لعب معاهم ماتش واحد ما شاركش فيه اساسي وارقام مصيبه زي ما انت شايف. فاهو دي الناس يا باشا اللي اتصابت. مين اللي انا ما قلتش اساميهم؟ عمرو السولية واسلام عيسى وكلاوه. الثلاثه دول هم اللي هيفرقوا معاهم. تمام. وممكن اكتر كمان يبقى عمرو السولية واسلام عيسى. عمرو السولية فعلا اتصاب، لان الراجل ده لو عايز يدعي الاصابه، اصل في ناس بتقول لك ايه، اصل هو عايز يمشي الماتش للاهلي عشان يا باشا يلحق بيراميدز والزمالك في الدوري. يا باشا لو عايز يمشي له الماتش ما كانش رخم عليا في ماتش ال 2-1، ما كانش رخم عليا في ماتش ال 1-0. تمام. واصلا هو اصلا علي ماهر لو اصلا ما ينفعش يعمل كده. ليه؟ علشان هو اصلا شايف ان ياس تورب ممكن هيمشي كده كده. تمام. فهو اسمه مطروح بنسبه كبيره ممكن يمسك الاهلي هو يا حسام البدري، فيبقى عايز يثبت كده، هو عايز يكسب. فانت ما تقوليش اصل بص عايز يمشي الماتش الاهلي. يا باشا ما فيش كده اهو. عمرو السولية عمره ما يدعي الاصابه، وكده كده هو مصاب وربنا يشفيه. تمام. اسلام عيسى اتصاب قدامنا في المنتخب. عمرو كلاوه برضه بيقول لك اتصاب. بس الباقي كله يعني ما لما بيشاركوا مش بيفيدوا بحاجه. تمام. ولما شاركوا مباريات اساسيه برضه ما فادوش بحاجه. تمام. الناس اللي عماله تقول يعني انا فرضت لك كل حاجه. الناس اللي عماله تقول اصل عايز يمشي الماتش، واصل اللعيبه اساسيه و11 اساسي. 11 اساسي مين؟ 11 تعالى لي بقى الاساسيين بقى اللي بجد. صديق اجولا ده هداف الفريق عندهم هيلعب. احمد بالحاج هيلعب. اسمه ده فخر اللقاي هيلعب. رجب نبيل الاساسي عندهم مدافع هيلعب. بسام الحارس الاساسي عندهم هيلعب. تمام. احمد هاني اللي عندهم اللي هو ناحيه اليمين هيلعب. تمام. مين تاني عندهم برضه المدافع اسمراني كده هيلعب. تمام. الناس دي ناس اساسيه يا باشا وهتلعب. فانت يعني فاهم الناس تسرح بيك وتقعد تقول لك اصل وفصل وبتاع. لا يا باشا كل حاجه بالارقام قدامك اهي. تمام. الناس ديت معلش مع كل احترامنا ليهم بس هم مش فارقين مع النادي بتاعهم. تمام. ارقامهم كارثيه. بس مش هقدر اقول اكتر من كده تمام. دي كلامنا عن نادي السيراميكا والغيابات اللي عندهم. خش بقى على حبيبنا بقى النادي الاهلي بقى راجع بعد التوقف الدولي بقى. والله وحشنا، والله ليك وحشه يا جدع. وحشنا ووحشنا. شوف النادي الاهلي اللي انا عارفه، مش اللي سبته قبل المنتخب. فاهمني يعني ايه؟ يعني انا عايز اللعيبه بتاعت الاهلي اللي بتلعب في المنتخب، مش عايز اللي هم قبل ما نروح المنتخب. لان معلش انت تبص على اللعيبه مع المنتخب الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله. يعني ده بيروح كده وده بيلعب كده وده بيعمل. ما بتعملش معايا كده ليه؟ خلاص قلنا يا عم دي بتاعت المدرب بتاعت ياس تورب. ابعد ياس تورب بالحسبه لان انا مش مقتنع بيه تماما. تمام. فانت ابعده. انت كلاعب العب عشاننا والنبي فاهم، والعب عشان خاطرك برضه، فاهم، عشان تحلل الفلوس اللي انت بتاخدها. فاهمني؟ العب يا باشا. ده 6 متوشه بالدوري. كسبت ال6 متوشه، حسمت الدوري والسلام عليكم وعليكم السلام. تمام. فانت يعني قدامك فرصه 6 متوشه تكسبهم تاخد الدوري. تمام. العب برجوله، العب بحماس، العب بنفس الغيره اللي بتلعب بيها في منتخب مصر. فكك من ناس تراب خلاص. يعني بص خليك مع عادل مصطفى وخليك مع كابتن وليد. يا ريت كابتن عادل مصطفى وكابتن وليد حمسوا اللعيبه. فاهم انتوا شو يعني؟ اقعدوا معاهم اتكلموا معاهم في ايه بالظبط. فاهمني؟ وقعدوا واتحدوا كلنا ان خلاص 6 متوشه دول احنا نازلين احنا هنكسبهم، احنا ناخد الدوري فيهم. ما فيهمش هزار. تمام. كل لاعب يطلع 200% من اللي عنده. تمام. لان خلاص فاهمني. اصل انت لو قعدت اي نقط محدش هيسمي عليك. فاهمني؟ ولا سيراميكا هيسمي، ولا بيراميدز، ولا الزمالك هيسمي. تمام. محدش هيسمي. كلها دلوقتي قريبه من الدوري. تمام. فانت مش حمل توقع نقطه. فاهم يعني؟ مش حمل توقع نقطه. فخلاص داخلين على الدوري ان شاء الله. ان شاء الله اللعيبه تعمل اداء حلو وتكسبوا ان شاء الله. يعني الواحد مش عايز يقول داعمين ليكم لان انا اتخنقت منكم قبل ما نشوفكم مع المنتخب. تمام. فيا ريت تلعبوا زي ما كنت تلعبوا في المنتخب. العبوا في الاهلي نفس الروح نفس الحماس. كل واحد يطلع اكتر ما عنده. تمام. يعني العبوا عشاننا والعبوا عشان الجمهور. العبوا عشان اهاليكم اللي بيتفرجوا عليكم. هاتوا الدوري صالحونا بيه لانكم انتوا ضايقتونا كتير جدا جدا في الموسم ده. فاهمني؟ يعني الواحد اتضايق منكم كتير. فانتوا هاتوا الدوري وصالحونا بيه. فاهمني؟ وان شاء الله ان شاء الله تعملوا ماتش كويس. نخش دلوقتي على تشكيله النادي الاهلي من رايي انا يعني وتوقعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوبير في حراسه المرمى خلصانه. مش عايز اسمع الف لام شين مش عايز اسمعها. اصل معلش خلاص. اصل هيثبت لك ايه تاني؟ فاهمني؟ يعني معلش نتكلم بقى في الحته شويه. شوبير هيثبت لك ايه تاني؟ اصل خلاص. فاهمني؟ بسم الله ما شاء الله عامل معاك اداء عظمه، وعامل مع المنتخب
اداء فاجر فاهمني. اصل يا باشا هيعمل لك ايه تاني فاهم؟ ده واحد شلك من بدري وشلك من لوبيز وشلك من ناس غريبه كده فاهمني. فانت لسه يعني، اصل سمعت كلام ان هو لسه عايز لسه يعمل حته المدوره دي. انت لسه عايز تعمل حته المدوره دي تاني؟ تعملها تاني ليه يعني؟ مع احترامنا للشناوي بنحبك، وانت كاريرك كبير جدا مع النادي الاهلي وعملت حاجات عظيمه 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 مع النادي الاهلي تمام، وانت ياما جبت لنا بطولات تمام. بس خلاص كل واحد وله وقت تمام. فانت عملت كل حاجه فاهمني. فانت خلاص فاهم، كل واحد وله وقته تمام. يا ريت يا ريت يا ريت اللعيبه تمام، قصدي الاداره اسمه ده والمدير الفني، خلاص هو شوبير الست متوشه الجايين بتوع الفريق يلعبهم. يعني فاهم، الواحد هيبقى مطمن وهو بيلعب تمام. وغير كده هو كمان عشان يجيب فورمه عشان كاس العالم، لان انا اتوقع ان خلاص كابتن حسام مش هيخلي الشناوي يلعب كاس العالم. هو خلاص هو مصطفى شوبير تمام بعد الماتش العظيم اللي عمله ده، خلاص فاهمني. لان معلش اصلا انت تبص، الشناوي لما بيقف بيخش فيه حاجات غريبه فاهم، حاجات تغيظ فاهمني. انما شوبير لما بيقف بيشيل حاجات غريبه، حاجات تغيظ المنافس. فانت خلاص انت مستني ايه تاني فاهمني؟ اللي هو خلاص شوبير اساسي في حراسه المرمى، ده توقعي تمام. على اليمين محمد هاني، ما عندناش غيره. وقال لك هنبيع احمد عيد. طب جبنا ليه فاهمني؟ يعني جبنا ليه؟ الحمد لله ان اداره التعاقدات دي مشيت، لان دي كانت كارثه. جبنا ليه طيب طالما انتوا هتبيعوه تاني يا جدعان؟ يعني وجع قلب والله. محمد هاني نوت تمام، يوسف بالعمري على الشمال تمام، الاثنين ياسر وهادي رياض. وبيقول لك ياسين مرعي خف تمام. فانا ما اعرفش، بس لو هتقول لي انت تحط مين اقول لك هادي بصراحه عامل ماتشه كويسه تمام. ياسر وهادي الاثنين اللي في خط النص. بيقول لك ديانج ماشي، انا مش عارف هل هيكون في حالته ولا لا، بس انا نازل انا عايز اكسب تمام. فمعلش العب بمروان عطيه وقدامه امام عاشور ومحمد علي بن رمضان بس. العب يا باشا بالخطه دي، ما تلعبش ب 2 6 فاهمني. اصل كده كده خلاص ديانج كده كده راح فالنسيا تمام. فانت انا عارف ان انت برضه هتبدا بيه تمام، بس دي توقعاتي انا نفسي يبدا اشوفهم كده مروان عطيه بن رمضان وامام عاشور تمام. خش له قدام على الشمال تريزيجيه، على اليمين زيزو. يا ريت تفوق، ابوس ايدك ابوس ايدك، انت ادائك ده الخرا فاهمني. يعني انت ادائك يوجع العين فاهمني. انا عايز زيزو بتاع الزمالك، زيزو اللي كان بيدغدغ الدنيا مع الزمالك تمام، وكان بيعمل شغل حلو. انا عايزك انت يا باشا تمام. مع ان خاف برضه ان هو ممكن فاهمني، ممكن يعني يقوم ملاعب مين، يقوم ملاعب بن شرقي تمام. ولسه عندك حسين الشحات، انا كنت ناسي حسين الشحات. لو زيزو برضه يفضل بالاداء ده مع بدايه الشوط الثاني، خرج زيزو ونزل الشحات وش تمام. بل كمان انت ممكن تبدا بالشحات لو زيزو يفضل اداء وحش كده تمام. وقدام هتبدا بمين؟ ما عندكش الا مين؟ كمويش. بس طبيعي يعني انت ممكن ما تبداش بيه اصلا، لان خلاص المدرب يستر مخصمه معاه تمام. فانت ابعد كمويش من الحسبه. فانت ممكن تنزل مين؟ من شرقي يلعب راس حربه تمام، او حط تريزيجيه راس حربه وخلي من شرقي هو على الشمال. دي الخطه الاوقع لو انت نازل عايز تكسب، لو انت نازل عندك نيه تكسب تمام. ان شاء الله ان شاء الله اللعيبه تعمل اداء محترم يليق بالنادي الاهلي. الدوري يا اهلاويه، الدوري يا اهلي، عايزين الدوري، عايزين نفرح، وان شاء الله تفرحونا ان شاء الله. وكده تبقى انتهت الحلقه. ولو عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب لو عجبتك، لان الجرس عشان تشوفنا على طول. سلام.